السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة منوعات أم كنوز. نتمنى أنني إن شاء الله نلقاكم في صحة جيدة. بالنسبة لهذا اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم كيك يومي بنكهة الحامض. غادي نحتاجو بالنسبة للمقادير 4 ديال البيضات، كأس سكر سنيدة، كأس زيت، ربع كأس من عصير الحامض، 3 ديال خمارات حمرين، واحد فاني، والدقيق حسب الخليط. إذا على بركة الله، في خلاط كهربائي غادي نستعملو أو غادي نخلطوا المكونات مع بعضهم من غير الدقيق والخميرة حتى الآخر. طبعا كملوا معنا حتى الآخر الفيديو. من بعد ما خلطنا الخليط بأكمله، دابا غادي نضيفو الدقيق. في نفس الوقت غادي نضيفو خمارات حمرين. هاد الخطوة ولا بد باش العجين يبقى محافظ لينا على الفعالية ديال الخميرة وتجينا الكيك منفوخ. إذا من بعد ما وجد لينا الخليط، غادي ناخدو المول اللي غادي نوضعو فيه العجينة الكيك، وغادي ندهنوه بالزيت أو الزبدة والدقيق طبعا. غادي نخشيوه في الفرن. الفرن تيكون بارد، ومن بعد كنشعلو لتحت هو الأول، ومن بعد ما كنشوفو بأن الكيك ديالنا انتفخ، عاد كنشعلو الفوق باش تحمر لينا الكيك من الفوق. دونك هذه خطوة ولا بد أننا نديروها. هذه نصيحة بالنسبة للأخوات اللي ما كيصدقش معاهم الكيك وكيقولوا بأنه كيتفش ليهم. إذا نعاود، ضروري أن الفرن يكون بارد، غنوضعو فيه الكيكة، عاد غادي نشعلوه وغادي نشعلو لتحت هو الأول حتى تنفخ الكيك، عاد غادي نشعلو الفوقاني باش تحمر لينا الكيك. هادو بالنسبة للأخوات اللي عندهم فرن ديال الكهرباء.
إذا من بعد ما وجد ليا الكيك خليته حتى برد، عاد خرجته من المول ديالو ودهنته بالقليل من المربى، وغادي نزينو بداك الشي اللي متوفر عندي الكوك واللوز مهرمش. إذا كل واحد فيكم يزينو بداك الشي اللي متوفر عنده في البيت. بالنسبة للمذاق كيجي بحال المذاق ديال المادلين، رائع جدًا، والتحضير ديالو سهل بسيط واقتصادي، يعني كيك يومي، يعني ما يخطاش المنزل ديالك، وبالصحة والراحة. ونتمنى أنكم تشجعوني وتخليو التعاليق ديالكم اللي كيفرحوني، وكنتمنى أنكم تقولوا لي شنو هما الأطباق اللي بغيتوني نوجد ونبارطاجيهم معاكم. وشكرا لكم بزاف، وإلى اللقاء في فيديو جاي إن شاء الله.